غريب حصل ما بين ابويا وامي من 3 دقايق بالظبط. بقيت محتار. احكي لك، لو انت مكاني هتعمل ايه؟ لو انت مكاني هتتصرف ازاي؟ خارج من اوضه النوم، ابويا وامي قاعدين في الصاله. طبعا ابويا بيحب ينام في الصاله، فابويا عايز ينام، امي قاعده بتاكل مش هتنام. ابويا قال لي اطفي النور عشان عايز انام، امي قالت لي ما تطفيش النور عشان باكل. اطفي النور عايز انام، ما تطفيش النور باكل. اطفي النور عايز انام، ما تطفيش النور باكل. الاتنين بيتخانقوا على النور. لو طفيت النور هزعل امي، ولو ما طفيتش النور هزعل ابويا. وهنا بيقول في القران الكريم ان الجنه تحت اقدام الوالدين. طيب اللي هم الوالدين ازعل دي ولا ازعل ده؟ ما بقيتش عارف، بقيت في صراع ما بين الاثنين. اطفي النور سيب النور، اطفي النور سيب النور، انا هتجنن. ابويا قال طب انت مش هتمشي كلامك عليا الطلاق، لا النور يتطفي. امي قالت والله ما النور يتطفي. راح ابويا راح ماسك الكوبايه وبوم في الحيطه، راح كسر اللنده. بعد 5 دقايق ابويا قال لي يا طه قوم لم الازاز عشان اخواتك الصغيرين ما يتعوروش من الازاز. امي قالت لا، سيبه خلي الازاز يعور العيال ويجري بيهم على المستشفى، مش هو اللي كسر اللنده، خليه يتحمل نتائج غلط. روح الم الازاز وازعل امي ربنا يغضب عليا. ما لمش الازاز وازعل ابويا ربنا يغضب عليا. لم الازاز ما تلمش الازاز، لم الازاز ما تلمش الازاز. في ايه؟ انا تعبت منكم انتوا الاثنين. عايزين مني ايه؟ انا اتشتت. انت ابويا وانت امي، اراضي مين وازعل مين؟ بقيت محتار مش عارف افكر. عايزين مني ايه؟ مش هلم الازاز، اطلع من هدومي يا عالم، اسيب لكم البيت وامشي. سبت البيت ومشيت. اعمل ايه تاني؟ انا تعبان نفسيا ومتدمر منكم انتوا الاثنين. عايزين مني ايه؟ اراضي مين وازعل مين؟ اخش النار ولا اخش الجنه؟ انتوا الاثنين حياتي مربوطه بيكوا. اعقلوا شويه. هبتوني وجبتوا لي حاله نفسيه، حرام مش كده.